أهلا. دي قناة عادات وده الجزء التاني من كتاب 48 قانون للقوة. ولو لسه ما شفتش الجزء الأول يا ريت ترجع تشوفه عشان تمشي معايا بالترتيب، وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن يا إما هيظهر لك في علامة الآي من فوق. في الفيديو اللي فات شرحنا أول 10 قوانين من الكتاب، وفي الفيديو ده هنشرح من أول القانون العاشر لحد القانون رقم 20. أهلا بيكم في قناة عادات وده فيديو جديد. لو لسه مشتركتش في القناة فيا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان لما ننزل الجزء التالت تجيلك رسالة بيه. القانون رقم 11: تعلم أن تحتفظ باعتماد الآخرين عليك. عشان تحافظ على حريتك واستقلالك بين الناس لازم تخليهم محتاجينك ومعتمدين عليك طول الوقت. يعني بلاش تظهر كل مهاراتك مرة واحدة عشان ما يستغلوش ده لمصلحتهم، وما تعلمش الناس كل حاجة انت عارفها عشان يفضلوا محتاجينك طول الوقت. وافتكر دايما ان كل ما مهاراتك زادت حاجة الناس إليك. قانون رقم 12: ادفع بالتي هي أحسن. اكسب ولاء اللي يهمك بس. انت ممكن بموقف واحد بس مع حد اذيته اكتر من مرة ترجع ثقته فيك تاني، وكمان تنسيه المواقف الوحشة اللي انت عملتها معاه. فاستخدم ده لصالحك، لانك كشخص واحد عندك اعداء كتير. دي حاجة مش كويسة، وانت كده هتبقى في خطر معظم الوقت. القانون رقم 13: لا تناشد في الناس العطف أو الرد الجميل، لكن استدرجهم بمصالحهم. والكاتب هنا بيقولك لو محتاج حاجة من حد ما تفكروش بالحاجة اللي انت عملتها معاه، أو ما تفكروش بالمساعدة اللي انت قدمتها له، لأن ده هيخليه يخلق أعذار عشان يتهرب منك، بل إنك تقوله إن هو لو ساعدك ده هيرجع عليه بالنفع في حاجة معينة، وركز كلامك على الفايدة اللي هياخدها لو ساعدك في الحاجة دي. القانون رقم 14: تودد كصديق لتراقب كجاسوس. من الأمور المصيرية إنك تكتشف أسرار منافسيك، يعني تعرف الخطوات بتاعتهم قبل ما يعملوها، وده هيخليك سابقهم بخطوة وهيبقى ليك الأفضلية عليهم. يعني على سبيل المثال روح لأصدقاء عدوك وتظاهر إنك صديقهم، واسألهم عن عدوك بس بطريقة غير مباشرة، وبكده هتكون عرفت إيه خطوته الجاية وهتكون سابقه بخطوة. القانون رقم 15: اسحق عدوك. في القرن العشرين شاين كاي شيك، مش عارف إذا كنت نطقت الاسم صح ولا لأ، بس المهم إن هو كان رئيس الحزب الوطني الصيني، وكان على وشك إنه يدمر ماو تسي دونج رئيس الحزب الشيوعي الصيني، ولكنه قرر إنه يسيبه وما يركزش معاه ويركز مع الاحتلال اليابان للصين. ولكن بعد 10 سنين الحزب الشيوعي الصيني بيرجع تاني بقيادة ماو تسي دونج، وبيفرض على تشانغ كاي شيك إنه ياخد جيشه ويهرب على تيوان. لو ما دمرتش عدوك من أول مرة هيرجع هو ويدمرك. القانون رقم 16: اتقن فن الغياب ليزيد تقديرك ومكانتك. الحاجة اللي موجودة طول الوقت سعرها بيقل، كل ما حضورك زاد مكانتك هتقل. لازم تتعلم امتى تبقى موجود وامتى تختفي، وإلا مكانتك هتقل وهيبتك هتروح. القانون رقم 17: ارهب الآخرين بالمفاجأة وكسر التوقع. الناس بطبيعتهم بتحكمهم العادات، وبيحبوا انهم يشوفوا العادات المألوفة عند الناس. عشان كده لازم تبقى شخص غير متوقع، بتعمل الحاجة اللي مش معروفة عنك، او بتعمل الحاجة اللي الناس مش متعودة انها تشوفك بتعملها، عشان تخلي الناس تبقى مش عارفة ايه هي الحركة الجاية ليك. القانون رقم 18: لا تتخذ حصونا تمنعك عن الآخرين، فالعزلة خطر يهددك ولا يحميك. العالم مكان خطير ومليان بالأعداء، ولازم كل الناس تاخد الإجراءات إنها تحمي نفسها. ممكن تفتكر إن العزلة بتخليك في أمان أكتر، ولكن ده مش صح، لأن العزلة بتضيفلك مخاطر أكتر ما بتحميك منها. العزلة بتصعب عليك الحصول على المعلومات المهمة، وبتخليك هدف سهل للهجوم. والأفضل إنك تفضل بين الناس وتختلط بيهم، وتصنع منهم أصدقاء يقفوا معاك لو احتجتهم. الأصدقاء والمجموعات هي الدرع الحقيقي اللي بتحمي نفسك بيه من الأعداء. القانون رقم 19: اعرف انت بتتعامل مع مين عشان ما تقعش مع الشخص الغلط. العالم مليان بانواع مختلفة من البشر، وما تفكرش ابدا ان الناس كلها هترد عليك بنفس الطريقة. في اشخاص لو خدعتهم هيقضوا عمرهم كله بس عشان ينتقموا منك. عشان كده لازم تعرف انت بتتعامل مع مين. القانون رقم 20: لا تلتزم بالولاء لأحد. الأشخاص الأغبياء بس هم اللي بيتسرعوا بالولاء والانحياز لأي حد.
خلي ولائك لنفسك وما تلتزمش بالولاء لحد. التزم بس بالولاء لنفسك، لأن طول ما انت بتلتزم بالولاء لنفسك محدش هيخليك تعمل حاجة غصب عنك، لأنك انت اللي بتقرر تعمل ايه وما تعملش ايه. وبس بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى تكون استفدت من الفيديو والفيديو يكون عجبك. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان لما ننزل الجزء الثالث يجيلك رسالة. ودمتم سالمين.